السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو معاك فلوس أو لو أنت بالنسبة لك يعني بتفكر تشتري عربية، تمام، لحد المليون، لحد رينج المليون. فاحنا النهارده هنقول لك العربيات اللي لحد رينج المليون المتاحة كأسعار رسمية، مش كأوفر برايس، ماليش دعوة بالأوفر برايس. وفي وسط الكلام برضو أو في وسط ما احنا بنراجع معاك الأسعار هنقول لك مثلا نرشح لك العربية دي أو ما نرشحها لكش. أول حاجة خالص طبعا احنا يعني صعب إن احنا نحفظ الكلام ده كله، الأسعار يعني. أول حاجة من 500 ل 600. الفئه دي تتربع على عرش اصلا الفئه دي الاميره المتوجه يعني الملكه العظيمه سوزوكي التو. سوزوكي التو مانوال 535,000 في الرينج ده. ارشحها ولا لا؟ انا ما ارشحهاش. يعني انت بالنسبه لك العربيه دي تترشح لو انت خايف من حكايه ان انت تشتري عربيه مستعمله. حاسس ان العربيه مستعمله برده مش للدرجه، او يعني خايف مثلا لا قدر الله تلبس في حاجه. لكن العربيه دي تمشي مع مين؟ مع حد مش فارق معاه المانوال، حد مشاويره صغيره مثلا بنوته، تمام، رايحه جامعه وكده مثلا. الا برضه صغيره قوي يعني العربيه طبعا محندقه خالص على نفسها. فانا ما رشحهاش غير لو انت مثلا مفيش مشكله بالنسبه لك في سواقه المانوال، وخايف ان انت او شايف ان انت صعب ان انت تلاقي عربيه. يعني خلي بالك كان صعب، هي في عربيات متاحه في حاجه زي كده في الرينج ده، عربيات مستعمله. دور هتلاقي على الاقل حاجه يعني اوسع من كده، ومثلا مزود حركه، يعني حتى ممكن تلاقي حاجه اوتوماتيك بس مثلا برضه هتتعب شويه وهكذا. فدي الحاجه الوحيده اللي منتشره في رينج من 500 ل 600 او اللي موجوده اصلا. بعد كده من 600 ل 700 اول عربيه من 600 ل 700 مثلا، دي العربيه دي اصلا وقف انتاجها، اللي هي ايه؟ البي واي دي اف 3 دي خلاص وقفت، ما بقتش اصلا موجوده. فانت لو لقيت العربيه دي، لو لقيتها اساسا كعربيه زيرو، هات المانوال. لو انت عايز عربيه زي كده بس تشتغل عليها هات المانوال، بلاش الاوتوماتيك. الاوتوماتيك برضه السي بي تي والحاجات دي كلها اللي فيها، العربيه دي كان حصل عليها مشاكل قبل كده يعني في التيست بتاعها، وبعد كده ما بقوش ينزلوها اوتوماتيك، بقوا ينزلوها مانوال. فانت بالنسبه لك لو انت بتفكر، خصوصا لو انت بتفكر ان انت تشتريها كعربيه شغل، عربيه واسعه من جوه على فكره، فالمانوال اعتماديه كويسه، فيها قطع غير متوفره، الكلام ده كله. المانوال افضل. ده لو لقيتها ممكن خلاص ما بقاش بينتجها، ما بقاش بيعملها هنا في مصر، ما بقاش بيجمعها في مصر. لو لقيتها للاسف في معرض هتلاقيها بسعر اعلى لانها توقف انتاجها. خلاص احنا حفظنا الكلام ده كله. ممكن برضو تجيب ايه من رينج، في رينج من 600 ل 700. ممكن تجيب اول فئه من النيسان صني، اللي هي الفئه المانوال. اول فئه من النيسان صني لو انت ما عندكش مشكله في سواقه المانوال. طبعا النيسان صني معروفه، بس انت بالنسبه لك انا ارشح لك النيسان صني فيها الاوتوماتيك. الاوتوماتيك اعلى من المانوال بحاجه بسيطه. يعني ابعد عن المانوال في النيسان صني، مش ابعد عن المانوال عشان حاجه، لا. طبعا النيسان صني حلوه حتى في المانوال، بس انت هتقدر تاخد اوتوماتيك بسعر اعلى حاجه بسيطه. ممكن تاخد البروتون ساجا مثلا. بروتون ساجا يعني بروتون ساجا 685,000 في الفئه دي كعربيه اوتوماتيك. كعربيه مثلا برضو هتلاقيها موجوده تجميع محلي، الكلام ده كله. للاسف العربيه دي انا من وجهه نظري اقل عربيه في التقفيل المحلي بتاعها، تقفيلها مش حلو يعني وجهه نظري كده. ممكن تجيبها لو انت بالنسبه لك عادي، يعني ترزع باب مثلا، بلاد جوه العربيه، الكلام ده كله يعني عادي معاك شغال، ممكن تشتري. انما هي كتقفيل محلي لا. فانا في الفئه دي ارشحها لو انت بالنسبه لك شايف ان لا انا ما اجيبش مثلا الصيني مانوال، طب ما اجيب اوتوماتيك مثلا، مش لاقي البي واي دي. في الفئه دي ممكن تلاقي العربيه دي، او انت بالنسبه لك صعب ان انت تزود وتجيب حاجه ثانيه، فخلاص ماشي هاتها. لكن هي كترشيح مني انا شايفها تقفلها برده مش. لكن هي 1200 سي سي التنفس الطبيعي، استهلاك البنزين قليل، ماشي. فتيس برضو اس ان يامال اوتوماتيك عادي جدا، برضو فيها ثبات حلو في الفئه دي، عربيه ثابته كويسه. خد بقى عندك من 700 ل 800. اول حاجه الاسبريسو دي 705,000، اللي هي علبه الصلصه دي. انا وجهه نظري انا ما برشحش العربيه دي بصراحه. ليه؟ مش عداوه شخصيه والله، بس العربيه دي، انت العربيه دي فكرتها كلها انها عاليه عن الارض. هي التو بالظبط بس عاليه عن الارض، مساحتها من جوه اكبر شويه. الموتور بتاع 1000 سي سي تنفس طبيعي، وفيها الفتيس الاوتوماتيك. انا وجهه نظري انت لو انت هتلاقي ان شاء الله في الحته دي عربيات تانية حتى لو اغلى حاجه بسيطه، بس هتلاقيها افضل. يعني قليل جدا ما تلاقيها في التوكيل، ممكن تلاقيها في معرض الطارق. وطبعا بنسبه كبيره جدا هيبقى حاطط عليها اوفر برايس، يعني مش موجوده تقريبا غير عنده. فطالما مش موجوده غير عنده هيحط عليها اوفر برايس. فانا ما رشحهاش بصراحه، يعني خلاصه الاول يعني. ممكن تلاقي في الفئه دي متسوبيشي اتراج او ميراج. اتراج 740، والميراج اللي هي هاتشباك منها 755. او مشكله اصلا متسوبيشي في مصر انها بقت بتقدم يعني ايه، عربيات بتاعتها بقت تسعيرها غالي، او العربيات اللي تسعيرها يعتبر في الرينج بتاعها ما بقتش منتشره. متسوبيشي اعتماديه جدا، تقدم حاجات يعني سيمبل، حاجات بسيطه. هتلاقي مثلا عربيه زي دي اعتماديه، الاتراج والميراج، بس هي مش منتشره. فانا ما رشحهاش. ليه؟ مش هتلاقي لها قطع غير اول الدرجه. طب هي عربيه مش منتشره، فابعد يعني بنسبه كبيره جدا، ابعد عن اللي مش منتشر. خليك في المنتشر عشان خاطر ايه؟ يعتبر تامن نفسك بمعنى اصح. ممكن تيجي بالاريزو 5 الفيس ليفت. اول فئه المانوال هتلاقيها 730، وتاني فئه اللي هي الاوتوماتيك هتلاقيها 775. برضه هتجيب المانوال. الاريزو الفيس ليفت هتجيب المانوال. يعني هو السي في تي العربيه دي، انا ما برشحش بصراحه سي في تي في الشري. ليه؟ العربيه دي كانوا قالوا قبل كده عليها ان السي في تي يعني كان في مشاكل منها.
قالوا اه اصل هم حدثوا وعملوا وسووا برضه بايه، فيها قلق. هم كمان الفيس ليفت بتاعها يا دوب غيروا بس الشكل بتاع الاكسدام من قدام، الوش بتاع العربيه، وغيروا الحته اللي ورا الوش من جوه بقى اللي هي بتاعت السواق، غيروا دي ودي، لكن هي نفس منظومه الحركه بنفس كل حاجه. فانت لو هتجيب العربيه دي ترشيح اكتر للمانوال. اوتوماتيك لو انت شايف ان انت مش هتحرق على الفتيس، هت ايه يعني هتركز قوي مع صياناته، فدي هتبقى كويسه بالنسبه لك. لكن ما تحرقش في الفتيس والكلام ده كله عشان السي في تي. ممكن تجيب عربيه كهرباء اللي هي جيلي جي اكس 2 او الفئه ب 750,000. العربيه دي سكند ديكور، يعني نسبه كبيره عربيه مش هينفع تجيبها لو انت معكش عربيه اولانيه، لان الرينج بتاعها كمان 395 كيلو الشحنه الواحده. فتنزل مثلا مستعجل تروح شغلك وانت مثلا مش مفولها قوي، فغصب عنك لو جالك مشوار تاني عربيتك مش هتسعفك. هي سكند كار اكتر، بس هي عربيه حلوه، مساحتها من جوه كويسه، تصميمها حلو، برضو سعرها في رينج سعر العربيات الكهرباء يعتبر كويس. لان شفنا قبل كده ام جي 4 كانت بمليون وشويه، وهي برضو بتديك 400 كيلو تقريبا ام جي 4، فيعتبر هي عندك بقى يعني تجهيزات او عندك اوبشنات اكتر احسن. يعني عندك تاني فئه من نيسان صاني اللي هي الاوتوماتيك، هتجيب اوتوماتيك اهي، ونيسان صاني يا عم اعتماديه والكلام ده كله. طبعا احنا برضه بنتكلم على ايه الاسعار الرسميه، ما بنتكلمش على الاسعار بالاوفر برايس، اسعار رسميه. اللي هتجيب برضه اول فئه من رينو تاليانت 755,000. رينو تاليانت بصراحه انا ارشحها بصراحه لانها حلوه، عربيه حلوه، اس في تي متعدل من الفورمولا 1، وهي منظومه حركه يعتبر كويسه، اتجربت في السوق خلاص، وعربيه من جوه مساحتها كويسه. ممكن تجيب برضه اول فئه من النيسان ماجنايت، دي موجوده ب 788، ده سعر رسمي، بس انت هتلاقي اوفر برايس طبعا عالي، بس يعني لسه محتاجه انها تتجرب. النيسان ماجنايت برضو تحسك من قدام انها شبكه كبيره وعربيه كبيره من جوه، تخش جوه يعني ايه مساحتها مش كبيره قوي للدرجه، وفي نفس الوقت العربيه على فكره واطيه قوي. يعني انت ممكن تشوفها تفتكرها، لا هي تعتبر تقريبا عامله زي هي عامله زي الكارديو طبعا، هي اختها اساسا. استنى برضو عليها الجي اس 2 760,000. الجي اس 2 عربيه كويسه، مساحتها من جوه مش اكبر حاجه، بس عربيه كويسه لو انت برضو بالنسبه لك مش مقلق من حوار السي في تي. الجيلي جي اكس 3 برو 790,000، انا ما برشحش قوي العربيه دي عشان انت ب 800,000 دول ممكن تشتري حاجه ثانيه، عربيه من جوه مش اوسع مساحات. العربيه دي افضل لواحده مثلا لبنوته يعني بتروح جامعه والكلام ده كله، او عيله صغيره قوي. هتجيب بعد كده مثلا في بعد كده شيفرولي اوبترا، الفئه الاولى 765 والثانيه 790. انا بصراحه ما بحبش اوبترا صراحه، يعني هي عربيه انا وجهه نظري انها اتجمع فيها حاجات كتير قوي، يعني مش عاجباني بصراحه. دي وجهه نظري. تتكلم في سي في تي، تتكلم في يعني العربيه بلاستيك كلها من جوه، مش حته يعني حتى كوعي يعني ما يخبطش حتى في حته جلد، يعني حتى كوعي كده وانا قاعد سرحان ولا حاجه كده هوب كوعي اي حته بلاستيك، برضه بلاستيك اللي هو ترميه محلي يعني، و96 حصان ويعني لا العربيه دي انا شايفها بهدله شويه. في عندك الفئه التيمو المانوال، دي انا اكتر عربيه يعتبر ارشحها مانوال. لو انت ما عندكش مشكله في المانوال، هتجيب مانوال عادي، تشتري مانوال عادي، تشتري العربيه دي. انا وجهه نظري كده، هي عربيه حلوه في المانوال، او قصدي عربيه حلوه اعتماديه. انت لو ما عندكش مشكله في ان انت تشتري مانوال، خلاص هات الفئه التيمو من 800 ل 900. تلاقي هتجيب هي في اول فئه من الام جي 5 دي عامله 875,000. وجهه نظري انا لا ما تجيبهاش. ليه؟ هتنزل تجميع محلي، لما تنزل تجميع محلي بتلاقي الحاجات اتغيرت، تلاقي في معطيات واوبشنات اتغيرت. بتنزل تجميع محلي تلاقي فيها الاوبشن مثلا متغير عن عن العاديه، فتيجي هتقول انا ما اشتريت العاديه، ما اشتريت التجميع المحلي. ساعات التجميع المحلي ينزلها مثلا بسعر اعلى بس بيحط فيها حاجه زياده، مثلا ممكن اول فئه من شنجان ايدو 875,000. العربيه دي حلوه جدا، منظومه حركه اعتماديه تمام، والفتيس فتيس دي اي جي 7 سرعات تبريد ويت. هي منظومه الحركه مش متراكمه قوي مع بعضها، يعني فتيس تنفس طبيعي مع قصدي موتور تنفس طبيعي مع فتيس رياضي شويه اللي هو دي اي جي. العربيه مشكلتها بالنسبه لوجهه نظري انا ان العربيه لسه ما اتعرفتش، ما مشيتش في السوق. شنجان ما باعتش يعتبر غير السي اس 55 بلس، جمعتها فايه فباعتها اتباعت عربيه على فكره العربيه دي، سواء الفئه الاولى او الفئه الثانيه. خصوصا كمان ان في جاب كبير قوي، رينج سعر فرق كبير بين اسمها ايه دي التمام المحلي والعاديه. فانت برضو العربيه دي لا استنى عليها شويه، لو انت بتفكر فيها استنى شويه، لسه ما اتجربتش قوي في السوق. ممكن تجيب الثاني فئه من جيلي جي اكس 2، دي هتلاقي فيها الاداس او انظمه مساعده السائق اكتر من الفئه الاولانيه، بس برضه هي سكند كار. لو انت عندك عربيه اولانيه ممكن تجيب دي، لو ما عندكش هتبقى صعب ان انت تجيب دي. بس ممكن تجيب اول فئه من الجيلي ايميجراند، دي بصراحه انا العربيه دي بحبها. العربيه دي فولفو خالص في نفسها، العربيه دي كويسه، بس المشكله في العربيه دي انت ممكن ما تلاقيهاش قوي في معارض، وممكن ما تلاقيهاش قوي في التوكيل. الموتور بتاعها كويس اعتمادي، العربيه اللي تقريبا بتاعها حلو جدا، بتتكلم في التجميع البافاريه بتاع البي ام، بتجمع برضو في الجيلي ايميجراند، فيها اوبشن حلو، فيها برضو عوامل امان حلوه من اول فئه، فيها برضو الشاشه والدلع بتاعها، ده حاجات كويسه جدا في العربيه. انا بصراحه ارشحها.
الرينج ده. في عندك برضو في الرينج ده ثالث فئه ورابع فئه من نيسان صاني. في عندك برضو من الماجنايت، ده السعر بتاعهم وصل يعني اخر سعرهم لحد 888 الف، دي اعلى فئه. زي برضو انا زي ما قلت لك من شويه، البرايس فتعدي 900، لا بلاش، هي حلوه قوي عليها الرينج بتاع السعر ده. وبرضو استنى لما تتجرب، عشان خاطر العربيه ممكن توهمك بشكلها، يعني في حاجات مثلا ممكن ما تعجبكش فيها، لسه هتبان عربيه لسه نازله جديد السوق، على ايه تجري وتجيبها؟ لا اصبر. في عندك برضو في الفئه دي او في الرينج ده هتلاقي عندك اول فئه من سوزوكي سويفت 875. دي عربيه هاتش باك صغيره خالص، لو انت برضو يعني انا وجهه نظري، بس هي عربيه صغيره مساحتها صغيره من جوه، تمام. هي مش صغيره قوي قوي، بس برضو ايه، يعني مش هتنفع العيله يعتبر. عايزه برضو بنوته، او عايزه شاب مثلا بيحب العربيات برضو ايه، حاسس كده ان هو هي يعني هتحسسه ان هي ميني كوبر في نفسها يعني. في كمان تاني فئه من رينو تاليانت دي برضو رشحها، عربيه حلوه جدا طبعا. رينو تاليانت هتلاقي الفئه الثانيه هتلاقي فيها الحاجات بتاعت الفئه الاولى واكتر كمان. اول فئه من الرينو كارديان 875000. الرينو كارديان عربيه اتجربت في السوق، مشيت كيلوات كتير، الحركه بتاعتها خلاص اتجربت، هي نفس التاليانت بس اعلى على الارض بتصميم تاني. انت بالنسبه لك لو عايز عربيه عاديه سيدان مش فارق معاك هتجيب التاليانت، لا عايز عربيه مثلا اعلى على الارض هتجيب الكارديان. ممكن تجيب، ده برضه ترشيحي بقى، ممكن تجيب الاول فئه من البايك يو 5 بلس. العربيه دي حلوه كويسه جدا، ماشيه في السوق كتير. والعربيه كمان توكيل اي اي ام اللي هو ماسك الرينو، ماسك دلوقتي البايك، وماسك كمان الكيا. التوكيل ده بدا يهتم جامد جدا بالبايك. بس برضه الحركه بتاعتها السي في تي برضه يعني ها، لكن الموتور بتاعها كويس 1500 سي سي تيربو، تمام. وبرضه العربيه من جوه مساحتها كويسه جدا، صورناها قبل كده، مساحتها من جوه واسعه، الفرش بتاعها حلو جدا، نظام وسيط حلو، فيها برضه عوامل امان كويسه. في عندك كده في الفئه دي، في الرينج بتاع الاسعار، في عندك اول فئه وثاني فئه من الكايي اي 5. الكايي بالنسبه لي انا ما اقدرش ارشحها، التوكيل فيه قيل وقال عليه، تمام. والكايي عامه اصلا هي الشيري، بس ايه يعني جديده في السوق، فعادي البيع والكلام ده كله اعتماديه لسه ما نعرفش. انت بس العربيه دي حلوه، عربيه اي 5 عربيه حلوه. اتكلم كمان انها سيدان بتقرب من الميد سايز، سيدان كبيره واسعه من جوه، عشان برده من جوه حلو والكلام ده كله، ومظبوط الحركه بتاعتها حلوه، ماشي. 1500 سي سي تربو، بس فيها السي في تي، تمام، بتاع الكايي اللي هو بتاع الشيري. فبرده يعني ايه، هي كمان ما بقتش لسه اعتماديه، ما مشيتش جامد في السوق، فما رشحهاش بصراحه. في عندك بقى اعلى فئه واخر اعلى رينج معانا اللي هو من 900 لمليون، هتلاقي عربيته قليله شويه. اول حاجه الطريق اكس سي برو. الطريق اكس سي برو دي عامله 910000، 960000 الفئه الثانيه. الطريق الاكس سي برو انا وجهه نظري العربيه احنا قبل كده اتكلمنا عنها برضو في مقارنه مع التيجو 4 برو، هي التيجو 4 برو، بس التيجو 4 برو يعني ماشيه في السوق جامد، وخلاص غبور قدر ان هو يعمل لها دعايه جامده جدا، اتباعت. اما الاكس 3 برو يعني شكلها اشيك شويه، تمام، الماتيريال بتاعها من جوه اشيك شويه، عربيه برضه تقفيل صيني. انما التيجو 4 برو تقفيل محلي هنا، تقفيل مصري. فانا وجهه نظري اكس سي برو يعني ما رشحهاش قوي برضه. فيها السي في تي اللي هو بتاع التيجو بتاع الشيري، ماشي، تمام. وبرضه في الفئه دي انت ممكن تلاقي عربيات احسن. في عندك بعد كده البايك الاكس 35، دي 900000. البايك الاكس 35 العربيه دي كويسه من جوه، واسعه من جوه، بس العربيه دي برضو ما انتشرتش. الاكس 35 دي هي اكس 3 اللي نزلت قبل كده، صورناها قبل كده من زمان. ممكن ننزلها اكس 35 كانه بقى لما ينزل لك، لما يزود لك 32 حرف رقم دول، خلاص العربيه هتبيع. العربيه برضو مش منتشره قوي، بس انا برضو ما رشحهاش قوي. في عندك البايك 5 بلس الفئه الثانيه، طبعا دي ممتازه، الفئه الثانيه اللي فيها كل حاجه. رشحت اليو 5 بلس الفئه الاولى، وبرشح دي برضه. الهافال جوليون الفئه الاولى والثانيه، الفئه الاولى 950، الفئه الثانيه مليون. الهافال جوليون حلوه، عربيه تجميع محلي، والهافال عامه علامه ممتازه، علامه صينيه جميله جدا، فيها الاعتماديه، فيها الاوبشنات، وفيها التقفيل، الخامات من جوه جامده جدا، ما فيش شكاوي منها للدرجه. فالهافال جونيور كمان، الهافال انتعشت كده لما اتجمعت هنا في مصر. الجونيور عربيه في الفئه دي لو بالسعر ده، رغم التوكيل برضه على فكره كان منزلها، اول ما نزلها كانت ارخص، لكن بعد كده غلاها، بس هي في السعر ده كويس. لو هتجيبها بالسعر ده اوفر برايس جنيه واحد ما تجيبش، هي كويس قوي عليها بصراحه السعر ده. برضه في الفئه دي هتلاقي، او في الرينج ده هتلاقي الفئه الثانيه والثالثه من الكارديان. ارشحها ولا لا؟ بص، هي العربيه برضه عربيه حلوه، منظومه حركه برضه اتجربت خلاص. العربيه برضو مساحتها من جوه مش اوسع حاجه للدرجه، فانت لو عايز عربيه عائليه قوي في الفئه دي، الكارديان مش هتديك الحته دي قوي. بعد كده سوزوكي سويفت الفئه الثانيه، لا ما رشحهاش يعني بصراحه. هتلاقي جي اي سي امزوم جي اي سي امزوم 994000، حلوه بصراحه، العربيه دي حلوه، فيها منظومه حركه حلوه، 500 سي سي تيربو مع فتيس مع فتيس دول كانش 7 سرعات تبريد ويت. المنظومه دي حلوه وجهه نظري بصراحه، والعربيه حلوه، كفاءه ومساحتها من جوه كبيره على فكره.
ومخامات وشاشات وعوامل امان على فكره، وعربيه حلوه. الجي اي سي عامه علامه ممتازه، دي اللي بتصنع هوندا، ميتسوبيشي، تمام، تويوتا في الصين. فدي تشتريها وانت مغمض، العلامه دي بصراحه حلوه. بس هي طبعا في عربيات تبعهم، هي اكتر حاجه عندهم في الجي اي سي باعت اللي هي الامباو، امبو دي اللي مش عارف بيجيبوا الاسماء دي منين. الامباو هي اللي باعت، لكن العربيات الثانيه برضو ما باعتش قوي. بس العربيه دي انا وجهه نظري عربيه حلوه. في برضه في رينج من 900 مليون فيها هتلاقي عندك الشنجال ايدو 925، دي قلنا عليها من شويه، انت برضه لسه ما اثبتتش الكفاءه والاعتماديه والكلام ده كله. قطع غيار برضه مش هتلاقي اول الدرجه، فاستنى عليها شويه. هتلاقي الفئه الاولى والثانيه من التيجو 4 برو، تمام، الاولى والثانيه. انا وجهه نظري التيجو 4 برو فرصه كمان. الفئه الاولى والثانيه هي فيها المنظومه الحركه ال 1500 سي التنفس الطبيعي مع السي في تي، بس عربيه مساحتها من جوه كويسه جدا. تقفلها برضه على فكره مش وحش، فيها برضه الشاشتين مع بعض. آه، ممكن ترشح برضه لو انت بالنسبه لك هو السي في تي بتاعها زي ما قلنا في القاييه برضه في الحاجات دي كلها. بس العربيه بتديك من جوه مساحات كويسه جدا، بتديك اوبشنات حلوه، فيها عوامل امان برضه حلوه. لو انت مقلق من السي في تي بلاش، يعني فيها سي في تي في الثلاث فئات فبلاش. بس طبعا السي في تي مع التربو هو اللي ممكن يكون اكتر، يعني في قلق شويه اكتر. لكن السي في تي مع التنفس الطبيعي ممكن لانك انت كده غصب عنك وانت سايق هتحس ان انت خلاص انا مش هقدر اطلع قوي بالعربيه واجري. لكن السي في تي مع التربو يخليك انت ده هجري عن وهو اصلا كده كده سي في تي في الاخر عن بقى ما فيش عن ولا عن واحده. هتلاقي بعد كده بقى الاريزو جي الاي 6 جي تي. العربيه دي برده ما بقتش اول الدرجه عشان خاطر التوكيل نزلها بسعر وبعد كده غلى سعرها. بس عربيه حلوه، مساحتها من جوه كويسه، ماشي، منظومه الحركه فيها حلوه، عربيه كويسه جدا لو ان سعرها نزل عن كده. لان برده الكل يبص عليها فيبص على الاريزو 5. فتيجي تقول له طب السي في تي، طب كده ما فيش سي في تي، يقول لك ما انا هتعامل مع السي في تي خلاص ماشي، لان فرق الجاب بتاع السعر بتاعهم كبير. بص بقى يا صاحبي، احنا كده خلصنا الايه الرنجات كلها من 900 لحد مليون. في كذا عربيه صراحه يعني يطلعوا من عين الواحد كده وهو بيرشح في ايه. في انت ممكن لو انت هتزود عن المليون حاجه بسيطه، تكه بسيطه، حاجه صغنونه. زي ايه؟ اول حاجه السو است اس 05. العربيه دي بصراحه انا بحبها عن نفسي، عربيه حلوه، مساحتها من جوه مش كبيره قوي بس مساحتها من جوه كويسه، تكفي عيله. منظومه حركه حلوه جدا، اف 500 سي سي تربو ماشي مع الفتيس الدول كلاتش تبريد ويت. عربيه فيها عوامل امان حلوه، فيها الايرباجات، فيها الكاميرات، حساسات الركن. العربيه دي تقريبا برضو على ما افتكر تقريبا فيها العفشه الخلفيه او التعليق الخلفي مالتي لينك. عربيه في الفئه دي مالتي لينك تعليق خلفي، لا حلوه، عربيه حلوه، ادائها كويس. العربيه دي حط عينك عليها لو انت بتفكر تشتري بمليون مثلا بس تعلي حاجه بسيطه. يعني للاسف الاول سعرها كان ارخص من كده فكانت ماشيه، دلوقتي التوكيل نزل عليها وبعد كده ممكن تلاقيها على اوفر برايس فتلاقيها معديه مليون 100، فتبص تلاقي نفسك بتبص لحاجه ثانيه. هو ده سوق العربيات في مصر. ممكن تلاقي برضو عربيتين بقى انا بسميهم هناء وشيرين، موضوع الانترا ونيسان سنترا. حتى بص الانترا وسنترا ماشيين مع بعض. الانترا انا وجهه نظري ارشح الانترا اكتر. الانترا من زمان واعتماديه من زمان جدا، توكيل بقى ينزلها تاني يحط لها فيس ليفت، هي عربيه محطوطه نازله عشان الاعتماديه بتاعتها. حركه عاديه جدا 1600 سي سي تنفس طبيعي مع الفتيس الاوتوماتيك العادي جدا ما فيهوش اي مشاكل. تجميعها برده مش افضل حاجه لكن بتديك اعتماديه، بتديك برده حبه اوبشن. ما فيهاش اي اس بي للاسف، ما فيهاش ثبات الكتروني، برده نقطه لغز فيها ما حطوش ثبات الكتروني في العربيه. ام مليون 20 اول فئه مليون 20. انا ممكن ارشح لك الفئه دي مليون 20 اوتوماتيك، لانك انت لما تعلى حتى بالرينجات هتلاقي حاجات بسيطه، مش هتلاقي حاجات تذكر. اول انت كده كده هبقى رايح للعربيه عشان خاطر الاعتماديه بتاعتها. عايز عربيه مش عايز وجع دماغ منها، عايز عربيه ادور واسوق خلاص وهيونداي وغبوره اروح اعمل صيانتي، برضه صيانتها مش اعلى حاجه للدرجه وهكذا. السنترا المشكله عربيه انتاجها وقف فمش هتلاقيها قوي ورقتها هتلاقيها غاليه. كمان فيها السي في تي، السي في تي برضه هنا بيقلق شويه. السي في تي برضه بتاع السنترا كان في برضه يعني شكاوى منه، مش زي التيجو مش زي الشيري بس برضه كان في شكاوى منه. ده كان رينج العربيات اللي معانا، اسعار رسميه، اسعار بتاريخ النهارده عشان برضه حد يتفرج بعد كده على الفيديو ان شاء الله. يعني ما تبصش ان الفيديو مثلا او ان بعد كده هتلاقي سعر تاني، لا هو اسعار بتاريخ النهارده. قلنا برضه في الكومنتات لو حابين مثلا نعمل برضه رينج السعر بمليون ل 2 مليون. طبعا 2 مليون برضه رقم، بس في عربيات كتير جدا في الفئه دي او في الرينج ده، قول لنا برضه. بس كده، سلام.